زي ما انتوا شايفين كده معايا، ادي 4 كوبايات من الدقيق. بحط عليهم شوية من الملح، يعني ذرة من الملح كده مش كتير اهو. وبحط عليها معلقة من السكر، معلقة صغيرة من السكر. تمام. ودي كده تعتبر المقادير الجافه بتاعتي، بس مفيش اي افتكاسات ولا اي حاجه في اي حاجه خالص على الدقيق غير كده. محدش يحط بيكنج باودر ولا الكلام ده خالص. احنا هنعمل النهارده فطيره طاسه اللي انا وريتهولك في اول الفيديو بجمال وطعم الفطير المشلتت اللي هو الفطير الفلاحي بتاع الفلاحين، بس مع اختلاف المقاسات او الاحجام بتاعتها. هنعمله زي فطير المخابز كده، بس على النار من فوق على الطاسه، لانه عندي البوتاجاز مش شغال. فهنا هنعمل على بوتاجاز من فوق مش في الفرن يعني. بعد كده انا هعجن بميه عاديه خالص من الحنفيه، ما فيهاش لا سخنه ولا دافيه ولا اي حاجه، ميه عاديه خالص. واللي هستعمله عندي هنا بطلع سمنه كانت عندي في التلاجة جامدة، طلعتها وخلطتها مع شوية من الزيت وهبدأ اشتغل بيه. عندك زبدة ماشي، عندك سمنة ماشي، اللي متوفر عندك مع الزيت. والله لو عايز تعمليه بزيت صافي برضو مفيش اي مشكلة، اللي متوفر عندك مش هيقول لا. كل حاجة خير وبركة ورضا من عند الله. خلاص هنبدأ هنا ننزل مقدار من الميه بتاعتنا. الميه على حسب نوع الدقيق، في دقيق بيشرب ميه كويس قوي، وفي دقيق ما بيشربش كل كميه الميه، على حسب نوع الدقيق. وده بصراحه الدقيق اللي هو السايب، مش هقول لك بقى اللي هو الباكيتات والضحى والانواع العاليه قوي دي، لا ده الدقيق اللي هو السايب. دلوقتي الكيلو منه وصل 20 جنيه. تمام. فهنا هنبدا نخلط الدقيق مع مقدار الميه ونعجن. طبعا المفروض ان انا هعجن بايدي دلوقتي، بس طبعا ايه حطيت شويه الميه بتوعي، وهبدا هنا ايه انزل في العجينه بايدي لحد ما تاخد الملمس او القوام اللي انا عايزاه، واكمل عجن على الرخامه او على المنضده نفسها، علشان ده بيحتاج ان انا اعمل عرق في العجينه، اللي هو اتني ايه اخدمها كويس قوي في العجن يعني. تمام. خليكم معايا. هنا انا هبدا بس اشبع الدقيق في كميه الميه اللي انا حطيتها، وهعجن بايدي. زي ما انت شايفه معايا كده، انا برش رشه خفيفه جدا من الدقيق على المنضده بتاعتي او على الرخامه او على الطاوله او على المكان السطح اللي انت تشتغل عليه. والعجينه بتاعتك اهيت، وتبداي هنا ايه تفردي وتلمي في العجينه بتاعتك بالشكل ده. انا عايزه اقرب لك الكاميرا كده اهوت عشان تبقي شايفه بنعمل ايه. بتفردي كده، بتبداي تفرديها وتلميها تاني عشان تكوني فيها العرق اللي احنا قلنا عليه. ما تقوليش انها بتلزق في ايدي ولينه، دلوقتي هتمسك منك وهتبقى كويسه. دلوقتي العجينه هتاخد وتدي مع بعضها وتكون عرق، وبالتالي مش هتبقى لينه خالص في ايديكي. بس ده القوام الكويس اللي انا حباه، مش عايزه احط دقيق وتنشف مني وتبقى يابسه. خلاص اهو. طبعا هتاخد منك عجن كده ما لا يقل عن 5 دقايق 10 دقايق. تمام اهوت. خلاص كده اهو. تنك تعجني فيها وتلمي، تعجني تفرديها وتلميها، تفرديها كده وتلميها لحد ما تكون عرق معاكي. هتحس انها مثلا بتلزق منك في المنضده او الطاوله، وترش رشه خفيفه جدا من الدقيق وتبداي تشتغلي فيها تاني. خلاص اهو. تمام كده. عشان ما اطولش عليكي وقت الفيديو، انا هكملها عجن وبعد كده هوريكي القوام او الملمس بتاعها في النهايه. زي ما انت شايفه معايا كده، هبدا احط هنا معلقه من السمنه او الزيت في ارضيه، لو ممكن هنا ايه لحسه زيت يعني في ارضيه الايه الاناء نفسه. والعجينه بتاعتي بالشكل اللي انت شايفاه ده، ده عباره عن 4 كوبايات دقيق على فكره. تمام. يعني دي كده عجينه ل4 كوبايات دقيق. هحط العجينه بتاعتي كده بالشكل ده. تمام. بعد ما خدت القوام والملمس الجميل الحلو اللي انت شايفاه ده اهوت، خلاص هغطي وشها واغطيها كويس قوي بالزيت او بزيت وسمنه اللي متوفر عندك، يعني مفيش اي مشكله خالص. خلاص كده. وهبدا هنا ايه انضف بس الاناء بتاعي كده بالشكل ده كده. نضفي دايما مكانك، بيدي راحه نفسيه للعين اثناء ما بتشتغلي وانت منضفه المكان اللي شغاله فيه. طيب بعد ما خلصت العجينه وبقت بالجمال والشكل اللي انت شايفاه ده، هجيب فوطه نظيفه وابدا اغطي العجينه بتاعتي واتركها تستريح مده ما تقلش عن ربع ساعه او تلت ساعه، بس تستريح العجينه بتاعتنا. هي مش بتخمر لان ما فيهاش اي ماده رافعه، ما فيهاش لا بيكنج باودر ولا بيكنج صودا ولا خميره فوريه ولا اي اي حاجه، دي وميه وملح وبس وسنه سكر. فهنا هنسيبها ترتاح وبعد كده هنبدا نكمل مع بعض الصنف بتاعنا. وبعد طبعا هنا ما سيبنا العجينه بتاعتنا ترتاح كده وغطيناها، نشيل الغطا من عليها وهبدا هنا ايه انزلها على الصينيه بتاعتي او الرخامه او
الحاجه اللي انا هشتغل عليها. هبدا هنا انزل العجينه بتاعتي بالشكل والجمال ده. طبعا هنا ارتاحت وخدت ايه راحتها. يعني خلينا ننقل ده هنا كده. هنا هبدا هنا ايه اعملها رول كده. خلاص اهو ما شاء الله هي بتتحرك معايا بكل سهوله وطريه وحلوه قوي. بس العجينه تبقى طريه ولكنها ما بتلزقش زي ما انت شايفه كده. خلاص هعملها رول كده عشان ابدا اقسمها عدد الفطاير اللي انا عايزاه. طبعا ده كان نص كيلو دقيق، اللي هو حوالي 4 كوبايات دقيق. خدوا مني حوالي كوبايه ونص من الميه وذره ملح وذره سكر، او نص معلقه ملح ومعلقه سكر. هقسمها هنا زي ما تحب يعني. ممكن هنا هنيجي نقسمها كده من هنا. ادي جزئيه اهيت. خليني اجيب القطاعه اقطع بيها افضل. زي ما انت شايفه معايا كده انا جبت هنا قطاعه بالشكل دوت كده، وهبدا اقطعها الى اجزاء. على فكره الجزء ده حد يعني ممكن لو عملتها كده برضو مفيش اي مشكله خالص اهيت. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. كده 4 وكده 4. ادي واحده، ادي التانية. ممكن اقطعها بالجزء ده، وادي التالتة وادي الرابعه. هعملها هنا على هيئة 4 او كده 4 و4 8 على هيئة 8 فطاير. دي هتبقى كبيرة شوية، هاخد جزء منها كده واحطها في الجزئية اللي هي الصغيرة اللي هي العجينة الصغيرة دي. هنا هبدأ هنا الم العجينة بتاعتي بالشكل ده كده. تمام اهو. واعملها على هيئة ايه كورة. خلاص انا هنا هحاول ادهن الصينية بتاعتي دي كويس قوي. تمام. بزيت على سمنه، وهعمل الكوره بتاعتي كده وابدا احطها هنا كده. خلاص اهو. هلم العجينه بتاعتي بالشكل ده كده. طبعا بسم الله ما شاء الله العجينه حلوه قوي وطريه وخدت راحتها. لما سيبناها ارتاحت حوالي نص ساعه. هعملها بالشكل ده كده اهوت. تاني هدهن هنا كويس قوي، وهبدا هنا ايه الم الفطاير بتاعتي بالشكل اللي انت شايفاه ده كده اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي بالجمال والحلاوه دي. خلاص اهو. حسيت ان دي كبيره شويه هاخد منها جزئيه كده مفيش مشكله خالص اهي. وهلم باقي الفطيره بتاعتي بالشكل ده كده اهوت. خلاص مفيهاش اي صعوبه خالص. بتلمي الاطراف اللي تحت دي كده كويس قوي، تعمليها زي ما بيقولوها بالبلدي كده بقجه يعني. خلاص اهو. وبعدين تبداي هنا ايه تكوريها بين ايديكي كده، او تدعكيها تودكيها، او تنعمي الوش بتاعها بحيث تاخد الشكل الجميل الحلو اللي انت شايفاه ده كده بالشكل ده. خلاص وهكذا بقى. يبقى انا همسك كل الفطاير اللي عندي دي. كل لو حبيتي تصغري عن كده ماشي، حبيتي تكبري ماشي، اللي انت عايزاه. طبعا ده ممكن نقول عليه فطير الطاسه او نقول عليه فطير مشلتت، ايا كان. المهم ان هو يطلع فطير مورق بالشكل اللي هنشوفه ان شاء الله مع بعض، وبالطريقه السهله البسيطه اللي احنا هنشوفها مع بعضينا. بس هنا بنعمل الوش بتاعها كويس قوي، وهدهن برضو هنا الصينيه دي كويس قوي، واحط الفطاير بتاعتي بالشكل دوت. خلاص اهوت. خلاص هخلص الكميه وارجع لك تاني عشان ما اطولش عليكم. زي ما انت شايفه معايا كده، وبعد ما خلصت تقطيع العجين بتاعي الى كور كده، طلعت هنا حوالي 10 كور. طبعا عايزه تصغري عن كده ماشي، عايزه تكبري ماشي، دي حاجه ترجع لك انت. انا عملتها الحجم ده معقول كويس. هجيب كيس نايل نضيف كده اهوت، من اكياس اللي بتحطها فيها الخضار او الحاجه في التلاجة. كيس نضيف، وابدا اغطي العجينه بتاعتي، وبرده هنا اغطيها بفوطه نضيفه. واسيبها برده هنا ترتاح. كل ما سبت العجين يرتاح كل ما ساعدك اثناء ما بتيجي تفرديه. هسيب العجين متغطي مده ما تقلش عن 10 دقايق او ربع ساعه، وهبدا ارجع له مره تانية ونكمل مع بعض. شايفه معايا كده نقلت قطع الفطير على الصينيه دهيت، وبرده هغطيها هنا بالكيسه زي ما هي كده عشان الوش ما يشقاش، وتكوني دهنه وشها برده بالسمنه والزيت. طيب هنيجي هنا بقى ايه، خليكي معايا عشان نشوف هنفرد الفطير بتاعنا ازاي. هدهن سطح الرخامه او الصينيه او المنضده او اي او الطاوله، الحاجه اللي متوفره قدامك او عندك بسهوله، وتبداي هنا ايه بسم الله الرحمن الرحيم تفردي الفطير بتاعك. على فكره تقدري تستخدمي النشابه، بس انا بصراحه مش عايزه استخدم نشابه، انا عايزه انا افرده. بصي ما شاء الله. بس انا هحاول احط حاجه تحت الصينيه عشان الازعاج اللي هي عاملاه دوت. تمام كده. طيب اهو. بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم هبدا افرد بقى ايه من جوه لبره، من جوه لبره. يعني عارفه ازاي؟ يعني بالشكل اللي انت شايفاه ده كده.
يعني من بطن الفطيره من جوه، من الدايره اللي جوه تفردي للاطراف من بره. لو اتقطعت منك او رقت منك او خفت خالص ولا تقلقي ولا في اي مشكله، احنا بنعمل فطير مشلتت دلوقتي او فطير طاسه، مفيش اي مشكله خالص، يعني كل ده بيتلم وبيتظبط في النهايه. خلاص زي ما انت شايفه كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. العجينه بتاعتي طالما ارتاحت كويس، والدي بتاعي متعدد الاستخدامات، ولما تقولي للشخص اللي بتشتري منه من المحل او البقاله انا عايزاه اعمل منه فطير او مخبوزات، هيديك اللي هو الدقيق اللي ليه عرق اللي بيخلي المخبوزات جميله جدا. هنا ما شاء الله الله اكبر، العجينه زي الملبن. ليه؟ لانها ارتاحت كويس، معجونه كويس ومخدومه كويس في العجن. خدنا حوالي 10 دقائق واحنا بنعجنها على ايدينا، وبعد كده بدات هنا اسيبها ترتاح وبالشكل اللي انت شايفاه، وبعد ما قطعتها كمان سبتها ترتاح برضه. بصي الجمال، العجينه طالعه في منتهى الجمال، وكل ما بتفردي بتفرد معاك اهي، ولا نشابه ولا اي حاجه خالص. يعني انا ولا محتاجه لا نشابه ولا اي حاجه خالص بالمره. خلاص اهو بالشكل اللي انت شايفاه دوت، زي ما انت شايفه كده. وبعد ما فردتها وفردت معايا ما شاء الله، وادتني القوام الجميل الحلو دوت، طري عامل زي الملبن. كل ما بتفردي بتفرد معاكي وما بتلمش العجينه، لانها ما شاء الله طالعه في منتهى الجمال. هاجي بقى اعمل ايه؟ هبدا هنا بالقطاعه او بالسكينه او باللي متوفر عندك، وابدا هنا اعمل قطع كده وما اوصلش لحد الاخر، يعني يا دوبك كده لحد هنا واقف، واجي قصاده الناحيه التانيه برضو هنا، واجي اشق الشق برضو كده ما اوصلش برضو لحد الاخر، يعني ايه نسيب جزء في المنتصف كده. وبعدين برضو هنا هبدا اعمل شق لحد هنا كده وما اوصلش لحد الاخر، نفس القصه بالشكل ده. خليكي معايا، انا كده عملت ايه؟ 4 قطوع. هاجي القطع ده هبدا برضو هنا اعمله 2، وده هعمله 2 الشكل اللي انت شايفاه ده، وده بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي هعمله 2، وبرده ده كده هعمله 2. كده انا قسمتها ايه 8 قطع، 8 قطع بقطعها بسكينه. لو ما عندكيش حتى القطاعه اللي هي زي دي كده، ما عندكيش اي مشكله خالص، بالسكينه ما في مشكله عندك. خلاص، وابدا هنا اخد من السمنه على الزيت اللي عندي دوت، وادعك او ادهن او ابطن سطح القطع اللي عندي ده هي كويس قوي بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. خلاص، وبعدين ابدا اجيب اللي هو المثلث الاولاني ده واجيبه في منتصف الفطيره كده. خلاص اهوت تمام كده. وكل ما تجيبي طرف من نهايته للمنتصف تبداي تدهنيه، واجيب الطرف التاني اللي قصاده بالشكل ده كده، وبرده ايه ادهن او احط ايه زيت على سمنه او زبده على سمنه. طيب، واجيب الطرف التاني ده برده كده وهعمله بالشكل ده، وبرده هدهن هنا زيت على سمنه، وهرجع هنا برده الطرف ده هجيبه كده، وبرده هنا هحط زيت على سمنه، وهنا الطرف اللي قصاده، وهكذا بقى. هتجيبي كل طرف من الجهه التانيه للجهه اللي قصادها، وهكذا. خلاص، لما تخلصي كل الاطراف اللي عندك اهي، وفي كل طرف بتلميه بتجيبي، شوفي بقى ده ولا توريق ولا تقعدي بقى ترفعي العجينه وتدخلي هوا ولا الكلام ده كله. بصي بكل بساطه خالص بتبداي تعمليها بالشكل ده كده اهوت. خلاص، بعد كده هبدا الم هنا اطراف العجينه كلها، العجينه كلها عندي بالشكل ده. هبدا الم العجينه كلها اعملها زي البقجه كده، يعني هحاول المها كوره تاني. خلاص، يبقى هنا بمسك العجينه بتاعتي وبحاول اعملها كوره تاني او المها عجينه تاني. خلاص، بلمها كوره وببدا هنا ايه اخليها بالشكل اللي انت شايفاه ده كده دائري، وابدا هنا ايه احطها ترتاح، وهكذا. هكمل الوحدات وهرجع لك تاني. متابعين الكرام، هعمل لك واحدة تاني بطريقة تانية غير طريقة المثلثات، عشان لو بعض منا استصعبها يعني هوريكي تعملي ايه. بس بايد واحدة اهوت انا بفرد العجينة او الفطيرة بتاعتي او الكرة العجين بتاعتي اهي، باخد من المنتصف وافرد على بره اهو. بتعملي العجينة كده ما شاء الله بتفرد معاكي خالص اهي، مفيش اي مشكلة فيها. ليه؟ لان العجينة العجن بتاعها كويس، وزي ما قلنا كده ايه استريحت كويس. خلاص اهو. بعد ما عملت كده هديكي طريقة تانية، انا بديكي كل الطرق اللي ممكن تقابلك على النت على السوشيال ميديا، او اللي ممكن تكوني بتعرفيها في حياتك. انا بديكي اكتر من طريقة، السهلة ليكي اعمليها. بعد ما فردت العجينة بتاعتي كده هبدأ هنا اخد الطرف ده كده اجيبه هنا في المنتصف واحط زيت على سمنة. تمام. وبعدين اجي اجيب الطرف التاني ده كده
وبرده هنا ايه احط زيت على سمنه، انا ايدي طبعا غرقانه فيها فعملتها. وبعد كده ببدا اجيب الطرف ده كده اهوت، وبرده هنا بدهن سمنه بزيت، واجيب الطرف ده كده بدهن سمنه بزيت، وبعدين الم الاطراف دي كلها كده واعملها زي البقجه تاني او اعملها كره تاني من جديد. يبقى هلم العجينه بتاعتي تاني واعملها كره تاني من جديد. تمام. لما تاخد معايا الشكل الدائري دوت بالشكل اللي انت شايفاه ده خلاص اهوت. تاني هوريكي هنا ادي واحده كمان اهيت. بتفردي العجينه بتاعتك ما شاء الله بايد واحده هي بتتفرد او بالايدين براحتك خالص حسب ما ايدك تكون مرتاحه في الشغل، بس بتفردي من جوه لبره ما شاء الله. بتفرد معاكي العجينه اهو، بتخش من جوه لبره، يعني بتفردي العجينه من جوه لبره، بتفرد معاكي زي الفل اهي. تمام. طيب واحنا قلنا ايه هي الاسباب اللي خلت العجينه بتاعتنا تبقى طريه وحلوه كده وما تضايقناش في الشغل. طيب انا هنا باخد من الزبده على السمنه على الزيت اللي عندي، وببدا هنا على فكره ممكن احط ايه نص معلقه من النشا، بس انا مش حابه، لكن هو النشا برضو بيساعد على التوريق لو حابه تحطي نص معلقه نشا في الخليط دوت. طيب بعد كده هجيب الطرف التاني برضو هنا بتاعي، وهنا هدهن برضو هنا ايه زبده على سمنه كده، وبعدين هبدا اجيب الطرف ده كده واجيب الطرف ده كده اهوت، وبعدين هلم الاطراف كلها على بعضها، هعملها زي ما بيقولوا كده ايه زي البقجه كده، هتلمي كل ده على بعضه كده خلاص، لما يديكي كوره في النهايه زي ما انا وريتك في اللي فات. تمام كده. ده بالنسبه ايه للعجينه بتاعتنا لما تلم معاكي وتديكي كوره ناعمه وجيده بالشكل ده. تمام. هنخلص الكميه وارجع لك تاني. القطع بتاعتنا وفردناها بالشكل اللي انا وريتهولك، وريتك طريقتين، عملنا منه المدور وعملنا منه المربع او مستطيل على حسب يعني. بعد كده هبدا اخد حته من السمنه على زيت نفس الخليط اللي انا كنت شغاله منه، وابدا ادهن هنا ايه الحاجه اللي انا هسوي فيها، سواء كانت طاسه مقلايه جريل اللي متوفر عندك. يعني انا هعمل دلوقتي قدامك على صينيه، في صينيه وفي مقلايه او طاسه زي ما انت شايفه كده. اول واحده انا عملتها في الاول خالص اللي هي دي بتكون طبعا هنا ايه ارتاحت اكتر، فبجيبها هنا احطها في الطاسه بتاعتي كده، وابدا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي افرد فيها بالشكل ده. طبعا زي ما انا قلت لك كل ما كانت العجينه مرتاحه كل ما كانت هتديكي الفرد اللي انت عايزاه كويس. طبعا انت هنا عاملاه حجم صغير مش عاملاه كبير، فما تفريش قوي عشان ما تنشفش منك وما تبقاش كويسه، يعني عايزينها تبقى طريه برضو في الاكل. فانا هكتفي بانها يبقى ايه حجمها الحجم ده كده. ادي اول واحده عندي، وهجيب برضو هنا ايه الصينيه دهيت، وابدا هنا ايه برضو ادعك الارضيه بتاعتها بحاجه بسيطه جدا من السمنه او الزبده مع الزيت زي ما انا كنت حاطه وشغاله من الصبح. واخد برضو هنا ايه العجينه اللي هي معموله في الاول بتكون طبعا هنا ارتاحت اكتر خلاص اهو بالشكل اللي انت شايفاه دوت كده. تمام. مش هفرده قوي زي ما قلنا، خلي سمكه معقول علشان يديكي فطيره طريه مورقه تعرفي تاكلي منها ما تنشفش منك وانتي بتسويها خلاص، هتبقى بالشكل دوت كده. تمام. عندي برضو هنا جريل هعمل واحط على الجريل، يبقى هتاخد الشكل اللي انت شايفاه ده كده هنسوي وهوريكي في النهايه، بس خلينا برضو نروح عند البوتاجاز ونشوف هنسويه ازاي مع بعض. بصوا متابعين الكرام، وبعد كده بجيب صينيه نظيفه عندي، وبعدين هبدا هنا افرشها بفوطه نظيفه حلوه كويسه عشان هبدا اطلع الفطير عليها عشان يتم سخن، وابدا اغطي بكيس من البلاستيك. هنشوف مع بعض لما يستوي الفطير. خليكم معايا متابعين الكرام. هنا طبعا انا بحط الفطير على النار، بهدي النار خالص، يعني بص النار عامله ازاي، شمعه خفيفه جدا بسيطه قوي عشان ما يتحرقش منك ويستوي كويس، وبغطيه كويس قوي بغطا عشان يستوي. بسم الله اللهم صل على النبي. خلاص تعالوا بقى هنا نبدا نشوف الفطير هيبدا هنا يتقلب ولا لسه شويه. لا لسه شويه، لسه ابيض، لان طبعا مهديه النار فهياخد وقت يعني. هبدا اغطيه مره تانية واسيبه يستوى براحته، وشوفوا ما شاء الله بدا يورق اهو خلاص على نار هاديه عشان يستوى كويس. نفس القصه انا مغطيه دي برده عشان يستوى كويس. تمام. وعشان طبعا تنجزي وقتك تقدري تحطي على كذا حاجه زي ما انت شايفه كده. انا عامله كمان هنا الجهه التانية اهوت على الصينيه هنا كمان اهي، وبرده مغطياها هنا ايه بحاجه نفس القصه يعني. خلاص. طيب بس يحمر هبدا اوريكي الشكل بتاعه زي ما انتم شايفين معايا كده. بسم الله ما شاء الله
بدأ يحمر الفطير بالشكل اللي انت شايفاه ده والجمال اللي انت شايفاه دوت ما شاء الله. تمام، بقلبه طبعا هنا ايه من الجهتين لحد ما يستوى كويس. وطبعا كل ده لازم اغطيه. خلاص، يبقى انا هنا ايه بقلبه وبغطيه كويس قوي علشان يستوى كويس اهوت. خلاص، وطبعا مهديه النار. انا عايزه اقول لك النار هاديه جدا، ويمكن اهديها عن كده كمان اهو، كأنها شمعة بسيطة عشان يستوى الفطير كويس قوي. وتقلبيه من الجهتين، ولما يستوى تبدأي هنا ايه تطلعيه من الطاسة. ما انت شايفين معايا كده بسم الله ما شاء الله، بس يتحمر وش بدأ اقلبها على الناحية التانية. وزي ما قلنا النار هادية خالص زي ما انت شايفة كده. وفي نفس الوقت كمان بغطي بغطا علشان تستوى كويس. انتبهي للحاجات دي، يبقى دي التكات المهمة قوي. لما تكوني هتسوي فطير على الطاسة على الشعلة، هتهدي النار خالص وتغطي كويس قوي وتنتبهي عليه عشان ما تتحرقش منك. زي ما احنا شايفين كده بسم الله ما شاء الله الفطير نافخ معانا ازاي ما شاء الله. ولونه مش عايزه اقول لكم ايه الجمال والتحفه ده، تحفه تحفه تحفه. بص الجمال ما شاء الله ما شاء الله، واستوى زي الفل. طيب هنبدأ هنا نقدم مع بعض. وبعد ما سوينا الفطير وحطيناه زي ما احنا قلنا كده، نفرش فوطة في صينية ونحط طلع عليها الفطير ونغطيه عشان يتنوا طري. تعالي نشوف مع بعض الفطير بتاعنا بسم الله ما شاء الله. بص الجمال، بص الحلاوة والطراوة في منتهى الجمال. بص الفطيرة ما شاء الله في منتهى الجمال. تعالي نقطع الفطيرة مع بعض كده ونشوف التوريقة اللي جوه. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بص الجمال، بص التوريق بتاع الفطير. بص الفطيره مورقه ازاي في منتهى الجمال ما شاء الله. مورقه وجميله جدا بالشكل اللي انت شايفاه دوت ما شاء الله. وطريه قوي ما شاء الله، تقدري تاكلي بيها او تغمسي بيها اللي انت عايزاه. ودي اللي هي الفطيره المستطيله او المربعه اللي احنا عملناها. بسم الله ما شاء الله التسويه بتاعتها في منتهى الجمال. لو جينا برضو هنا نقطع الفطيره ونشوف التوريقه بتاعتها. تعالي بص الجمال، بص توريق الفطير وجماله ما شاء الله. بص الحلاوه اهو، مورق وطري من جوه ومقرمش وجميل وحلو قوي من بره. اتمنى ان يكون كان صنفنا سهل وبسيط وجميل وطالع بطريقه حلوه قوي. علمتك فيه 3 4 اشكال من فرد الفطير وتانيو او لمه على بعضه. وكمان بنقول هنا التكات المهمة جدا في الفطير ان الدقيق بتاعك يكون كويس. تعجنيه عجن كويس لمدة 10 دقايق، من 7 دقايق ل10 دقايق تعجنيه كويس قوي لما يديك عرق كده. يرتاح كويس الفطير، تسيبي العجينه ترتاح كويس عشان يديكي منتج كويس ويتفرد معاكي بشكل كويس قوي. وبعد ما تقطعيه بتسيبيه يرتاح، وبعد ما بتبداي هنا برضو تفرديه بتسيبيه برضو شويه بيرتاح. اللي هو بعد ما تفردي العجينه وتلميها وتكبيها كره تاني برضو تسيبيها ترتاح تاني، غير اللي هي ايه انك بتسيبيه ترتاح بعد العجن نفسه يعني. بعد كده بخلي النار ما بتبقاش بارده قوي او هاديه قوي، لان لو هاديه قوي هي ايه هيسمغ منك او هينشف منك ومش هيستوي كويس. ولو عاليه قوي هيتحرق من بره وهيبقى ني من جوه. لكن تخلي النار وسط وتبداي تسويه وتغطي كويس عشان يستوى من جوه ومن بره زي ما انت شايفه ما شاء الله بالطعامه والجمال ده. تحس الفطير من جوه ومن بره مستوي حلو قوي ومش عجينه في نفس الوقت كمان. مقرمش من بره وطري وجميل قوي من جوه. انا حطيت معاه مربى، وحطيت معاه الحلاوه الطحينيه اللي احنا عملناها في القناه مع بعض. وحطيت معاه مربى الجزر اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. اللي عنده عسل اسود بيحط، عسل ابيض بيحط، جبنه قديمه بيحط، اي حاجه موجوده عندك، جبنه رومي، جبنه بيضه، اللي انت حابه تاكلي بيه الفطير. الفطير طبعا حلو قوي في وجبات الفطور والعشاء. خفيف قوي في ان انت تعملي مثلا فطيرتين كده للغداء او للعشاء. بيحتاج منك بس حته زبده او معلقتين سمنه على شويه زيت وتبداي تعملي الفطير بتاعك. اجمل واحلى من بره بكتير، وانضف وارخص من بره بكتير. اتمنى ان يكون سهل وبسيط وسريع وغير مكلف بالنسبه لكم. وده متسوى طبعا على النار من فوق زي ما انت شفتي معايا. اتمنى انه يكون قدرت اعمل اضافه ليك النهارده في حلقه اليوم. اجمل امنياتي لكم بدوام الصحه والسعاده. ما تنسيش تدعموا الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه، وما تنسوش تدعوا لامواتنا في دعواتكم. استودعتكم الله، مع السلامه.